السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. الصوص ده ممكن ناكله كده عادي، وممكن نزين بيه التورت او الجاتو، او نعمل بيه وافل، او نعمل بيه بان كيك، وممكن نعمل بيه حاجات كتيرة جدا. احنا بنستخدم فيه مكونات بسيطة جدا وسهلة، وممكن كمان نخليه زي النوتيلا، وممكن تبقى وايت شوكليت. ممكن نستخدم حاجات كتيرة جدا ونعمل الشوكليت ده في البيت. المكونات معانا هنا بنستخدم 3 أو 4 مكونات بنضربهم في الخلاط، منهم ال3 اللي قدامنا دول. أول حاجة اللبن. ممكن تستخدمي لبن جاموسي أو لبن بقري أو لبن بودرة، تحطي منه معلقتين وبتحطي عليهم كوباية مية. اللي احنا هنقوله ده كله كوبايات، كله كوبايات. ما بنكترش السوائل قوي علشان الصوص بتاعنا يطلع تقيل. بنحط كوباية اللبن زي ما انتوا شايفين كده بالمقادير. السكر حسب الرغبة طبعا، بس يفضل يكون السكر برضو بودر، مش سكر خشن. بس لو سكر خشن عادي. وكاكاو. كاكاو يكون برضو كوباية. بنروح عند الخلاط كده وبنحط الأول حاجة خالص اللبن، ما نكترش من السوائل. تمام. بنحط اللبن والسكر والكاكاو وبنضربهم في الخلاط. بنضربهم بايه بقى؟ ايه المادة اللي هتتقل الصوص بتاعي معايا وهتخلي القوام بتاعه يتقل؟ اللي هو الزيت. ممكن نحط زيت، وممكن نحط سمنة، وممكن نحط زبدة. ال3 حاجات دول ينفع يتحطوا، بس ايه اكتر حاجة اخف وما تضيعش طعم الكاكاو ويدي طعم الشوكولاتة؟ وهو الزيت. انا هنا كده حطيت شوية زيت هيمشوا الدنيا بس معايا. الزيت غلط جدا انك تحطيه اول مرة كله كمية واحدة. ليه؟ لان هتستخدمي كمية زيت كبيرة، وفي نفس الوقت الزيت مش هيبقى كافي ان احنا آم، آه، يعني انت ممكن تستخدمي بس نص الكمية ويبقى اتقل، وممكن تحطي الكمية كلها وتحتاجي تزودي تاني يعني. دايما كده وانت بتضربي الصوص في الخلاط، تتأكدي ان انت ضربتي وترجعي تعملي تاني، تتأكدي انك ضربتي وترجعي تخلطي تاني. ما يبقاش كله مرة واحدة. بنفتح وبنزود شوية. وممكن بقى واحنا بنضرب اصلا نبدأ نحط كده سرسوب بسرسوب، سرسوب زيت ونقلب وهكذا. هنضرب كده كله مرة واحدة، وبنوقف الخلاط وبنقلب بنشيل بالسباتولا كده في الحاجات اللي على الأطراف، ونرجع ان احنا آه نشغل الخلاط تاني ونزود زيت لو احنا احتاجنا. كده هو لسه مادام في فقاعات كده يبقى هو لسه زي ما انتوا شايفين كده، لسه الخليط بتاعي سايل. حابه تزودي كاكاو زودي، بس انا ما بحبش ان انا ازود قوي لان الكاكاو ده خام، والسكر انا ما حبيتش ان انا احط سكر تقيل، بحب الشوكولاته دارك شويه، فمش عايزه ازود سكر. فسبتها كده تقيله ومحبتش ان انا ازود. احط بقى شويه زيت كده حلوين لان لقيت ان انا زودت الماده السايله، فحطيت شويه زيت تاني وهبدا اضرب. انت بتزودي زيت لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. الزيت ملوش حدود، انت تزودي زيت لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هنضرب الزيت كمان. اول ما تلاقي الخلاط بدا يتقل معاكي تمام كده، بصوا كده اهو. ده القوام اللي انا عايزاه، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وخلي بالكوا هي لما تتحط في التلاجة هتتقل اكتر. انا كده هنا حطيت الكميه دي، انا هعينها. والكميه التانية انا هحتاجها في وصفه هنزلها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بصوا الصوص ده هيتحط في التلاجة، هيتقل وهيبقى جميل جدا جدا. هي بس ربع ساعة كده في التلاجة او في الفريزر هتاكلي احلى صوص شوكولاتة، وتقدري تزيني بيه اي وصفة. ممكن نعمله وايت شوكليت بالشوكولاتة البيضة، وممكن نستخدمه بالبندق كمان. وما تنسوش تقولوا ايه رأيكم في الصوص الشوكولاتة بتاعي، ولو انتوا جربتوه بطريقة تانية يا ريت تقولوا لي ايه هي الطريقة التانية، وعملتوه ازاي، وايه هي البدائل اللي حطيتوها ومكان ايه. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. مع السلامة.